السلام عليكم البنات والدراري، نهار جديد ووصفه جديده وفيديو جديد. اللي اول مره كيزور القناه ديالي قناه جبليه في العربيه، ما تنساوش ديروا ابوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ديروا جيم لا فيديو وخليوا لي شي كومونتير. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نوجد معكم جوج ديال لي تشيز كيك بجوج ديال المذاقات ساهلين دغيا كيوجدوا. ودابا بلا ما نطول عليكم غادي ندوز معكم ان شاء الله يا ربي المقادير والطريقه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هو التشيز كيك ديال لوتيس. هنا عندي البسكويت ديال لوتيس وزبده ديال اللوتيس، هادو هما اللي غادي يكونوا الاساس ديال التشيز كيك ديالنا. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ناخذ البسكوي. انا هنا عندي 250 غرام، وغادي نزيد نص باكيه اخرى، وعندي هنايا زبده اللوتيس. صافي كناخذ الهاشوار ديالي كندير فيها البسكوي كما قلت لكم. غادي ندير 250 غرام وغادي نزيد نص باكيه واحده اخرى، يعني 125 غرام. في المجموع كيكون عندنا 375 غرام. نقدروا نمشيو حتى ل 400 غرام ديال البسكوي. المهم كناخذ البسكوي ديالي كما قلت لكم كنديرو في الهاشوار وكنطحنو مزيان على هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي ناخذ الزبده من اصل حيواني. انا هنا خديت 100 غرام ديال الزبده، حطيتها فوق البوطه حتى دابت مزيان وكيتحيد من هذاك الحليب. ضروري نتاكدوا بان الزبده ديالنا حيدوا منها سوائل. وغادي نضيفها على البسكوي، ومن بعد كنبدا كنخدم هكذا الهاشوار باش كنتاكد بان الزبده تلبست ليا مزيان في البسكوي ديالي. صافي خديت هنايا واحد سيبوره كنديروا فيها واحد الاطار ضروري من الاطار. ومن بعد غادي نصب البسكوي ديالي. كنبدا هكذا كنوزعو في الاول بالمعلقه بالتساوي حتى كنوزعو على الوجه ديال داك السيبوره كامل كقاعده ديال تشيز كيك. ومن بعد غادي نبدا هكذا كنضغط عليه بالملعقه، الظهر ديال المعلقه او بشي كاس او بشي حاجه اللي كتساوي لنا الوجه ديال البسكوي. انا قديته غير بالمعلقه على هذا الشكل هذا. صافي حتى كنقاد البسكوي ديالي نقادو له الوجه ديالو مزيان، وغادي نحطوه في الثلاجه. ومن بعد غادي ندوزو باش نوجدوا الكريمه. عندي هنا 250 مليلتر ديال الكريمه السائله اللي كتكون بارده مزيان. غادي ناخذها وغادي نطربها بالطراب الكهربائي. غير كتطلع لنا الكريمه واحد شويش كتبقى هكذا كريميه، ما كنخليوهاش حتى كتعقد بزاف وكنحبسوا من التطرب. غادي ناخذوا اناء واحد اخر وغادي ندير فيه علبه ديال الجبن اللي كيكون كريمي. غادي نضيف ليه 4 ديال القطع ديال الجبن المربع، يمكن لنا نستعملوا المثلث الا ما كانش عندكم. خديت هنا علبه ديال الزبده ديال اللوتيس وغادي ناخذ منها ثلثين، ما يعادل هكذا 3 ديال المعالق كبار يكونوا عامرين مزيان. وغادي نحتفظ بالباقي للتزيين. ضفت ليه شويش ديال الفاني سائله وكنطرب الكل مزيان. كنطربوه وكنتاكدوا بانه ما كيبقاش عندنا داك الحبيبات ديال الجبن او داك التكتلات ديال الجبن. صافي بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نضيفها على الكريم شونتي اللي طلعنا او الكريم فريش. صافي كنبدا هكذا كندخلها على دفعات، ما كنضيفوهاش دقه واحده وانما على 3 حتى ل 4 ديال الدفعات. وكنبدا كنخلط من التحت للفوق بواحد سباتولا. كنتحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون لذيذه بين الملوحه والحلاوه. صافي من بعد كنجيب الاطار ديالي وكنصب فيه داك الكريمه بهذا الشكل هذا. حنا هنا ما كنستعملوا لا جيلاتين لا بيض، وكتجي الكريمه ديالنا عاقده. وكنبدا هكذا كنخبط في داك الكريمه باش نتاكد بان ما كيبقاوش داك الفراغات بين البسكوي والكريمه ديالنا. ومن بعد غادي نقاد ليها الوجه ديالها بشي سباتولا. كنقادو لها الوجه ديالها مزيان حتى كيولي ملس، باش الوقيته اللي غادي نبغيو نزينوها كيجينا داك الوجه ديالها مقاد، ما كيجيش فيها هكذا تموجات. صافي بهذا الشكل هذا. ومن بعد ان شاء الله يا ربي غادي ندخلوها للثلاجه حتى كتبرد مزيان. غادي نغطيها ببلاستيك غذائي وندخلها للثلاجه حتى تبرد. هنا من بعد ما بردات ليا عفوا بعد ما برد ليا التشيز كيك ديالي خرجته من الثلاجه. هنا راه باقي بارد، يمكن لكم تحطوه في المجمد. خديت هنايا الزبده ديال اللوتيس اللي كانت بقات ليا في العلبه ديالها ودرتها في حمام مائي وذوبتها على هذا الشكل هذا حتى كتولي لنا سائله. ومن بعد غادي ناخذها وغادي نكبوها هكذا على الوجه ديال التشيز كيك. في هذه المرحله هذه خصكم تخدموا بسرعه لان التشيز كيك ديالنا كيكون بارد والزبده ديال اللوتيس دغيا كتجمد. صافي كنبدا هكذا كنمشي في الاول بواحد المعلقه، ومن بعد كنبداو هكذا كنحركوا الاطار ديالنا على هذا الشكل هذا باش كيجي لنا الوجه مقاد ومساوي وما كيبقاوش فيه تموجات. غادي ناخذ التشيز كيك ديالي وغادي نحطو في الثلاجه ليله كامله او على الاقل 6 ديال السوايع. صافي من بعد هنا خرجت التشيز كيك ديالي من بعد ما دازت ليله كامله. انا بيتو
وغادي نحيدوه من الاطار. كندوزو في الاول هكذا واحد السكين مع الجناب، هانتوما شوفوا لي الشكل ديالو كيجي رائع. صافي خديت هنايا واحد السكين اللي كيكون طويل وغادي نبدا هكذا كنطراسي، غير كنطراسي ماشي كنقطع على هذا الشكل هذا. غادي نتحصلوا على 8 ديال القطع اللي هما كبار. المهم نتوما الا بغيتو تصغروهم يمكن ليكم. من بعد خديت هنا الكريم شونتي او الكريمه السائله وطربتها وضفت ليها واحد المعلقه ديال زبده اللوتيوس باش كتجينا حتى هي منسمه بزبده ديال اللوتيوس. وغادي نزينها بالبسكويت ديال اللوتيوس على هذا الشكل هذا من بعد ما درنا وريضات من الكريمه. وبهذه الطريقه هذه كيكون التشيز كيك ديالنا وجد. والطلبيه ديال اليوم وجدات تشيز كيك بزبده ديال اللوتيوس. غادي ناخذ هكذا واحد البسكويه وغادي نحطها في الوسط. ما نقولكمش كيجي لذيذ رائع سهل دغيا كيوجد، ما كياخذش وقت طويل. ودابا غادي ندوز باش نوجد معكم الطلبيه الثانيه واللي هو تشيز كيك من نكهه ديال الشوكولات. انا وجدتهم في نهار واحد، خرجتهم دقه واحده. خديت هنا بسكوي اللي هو كيكون على هذا الشكل هذا، بسكوي مربع اللي الثمن ديالو مناسب ومتوفر بزاف في المحلات التجاريه. المهم عندي هنا 370 غرام ديال البسكوي، يمكن لكم تمشيو حتى ل 400 غرام. غادي ناخذو حتى هو بنفس الطريقه وغادي نطحنو في الهاشوار. كنطحنوه مزيان. في هذه الوقيته هذه كنكون كندوب واحد 110 غرام ديال الزبده حتى كتولي ليا هكذا نوازيط. صافي غادي نضيفها على البسكوي وبنفس الطريقه غادي نطرب مزيان او غادي نطحن مزيان عفوا. غادي نضيف هنا معلقه ديال الكاكاو المر ونص معلقه كبيره ديال الشوكولات الخاص بالدهن. وغادي نعاود نطحن البسكوي ديالي باش كيتلبس ليا وكيجيب النكهه ديال الكاكاو. يعني هنا الا ما كانش عندنا بسكوي ديال الشوكولات هاد الطريقه هذه كتجي زوينه وكيجي البسكوي ديالنا لذيذ. صافي غادي ناخذ اطار بنفس الطريقه سيبورا وكنديرو هكذا اطار وكنصب هكذا البسكوي ديالي. في الاول كنمشيه بالمعلقه حتى كنساويه ومن بعد كنبدا هكذا كنضغط على البسكوي ديالنا وحنا كنقادو له الوجه ديالو. ضروري نقادوه مزيان. غادي ندخلو للثلاجه ومن بعد ندوزو باش نوجدو الكريمه. خديت هنا 250 مليلتر ديال الكريمه السائله كتكون بارده مزيان، ضروري تكون بارده مزيان. وغادي نطربها بنفس الطريقه اللي درنا في تشيز كيك ديال اللوتيس. ضفت ليه هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو مور باش كنتحصلوا على كريمه بالنكهه ديال الكاكاو او بالنكهه ديال الشوكولات. وصافي كنبدا هكذا كنطرب مزيان حتى كطلع ليا الكريمه ديالي. نحاولوا هكذا ما نخليوهاش تعقد بزاف وانما غير تولي كريميه كنحبسوا باش الوقيته اللي كنكونوا كنتناولوا التشيز كيك ديالنا كتجينا داك الكريمه ملسه وما كتجيش هكذا مجهده. صافي خديت اناء اخر درت ليه علبه ديال الجبن كريمي وغادي نضيف ليه 4 ديال القطع ديال الجبن مربع ومعلقه كبيره عامره مزيان ديال الشوكولات الخاص بالدهن. ضفت ليه هنا شويش ديال الفاني السائله وكنطرب الكل مزيان. ضروري في هذه المرحله هذه نطربوا مزيان داك الجبن مع داك الشوكولا باش كنتحصلوا عليها تكون هكذا ملسه ما كيبقاوش لينا داك التكتلات او داك القطع ديال الجبن. وبنفس الطريقه غادي ناخذ وغادي نضيفها على الكريم شونتي من بعد ما طلعناها على 3 حتى ل 4 ديال الدفعات. وكنبدا كنخلط من التحت للفوق بحركه دائريه حتى كينسجموا ليا الكريمات مع بعضياتهم. كنتاكدوا بان الكريمه ديالنا تخلطات مزيان. من بعد غادي نجيبوا الاطار ديالنا وبنفس الطريقه غادي نكبوا الكريمه ديالنا فوق من البسكوي وكنبدا هكذا كنخبط في داك الكريمه باش ما كيبقاوش ليا فراغات. صافي غادي ناخذ هكذا واحد سباتول وغادي نقاد الوجه ديال التشيز كيك ديالي. ضروري ما نقادوا له الوجه مزيان باش من بعد كيجينا الفينيسيون او الشكل ديالو كيجي زوين في الاخير. صافي وغادي ناخذو حتى هو ندخلو للثلاجه حتى كيبرد مزيان وعاد ندوزو باش نزينو له الوجه ديالو. غادي نغطيوه بواحد البلاستيك غذائي وندخلوه للثلاجه حتى كيبرد. خديت هنايا 20 قطعه ديال الشوكولات غالا ذوبتهم في حمام مريم ومن بعد ضفت ليهم 5 ديال المعالق ديال الكريمه السائله وكنبدا هكذا كنخلطو مزيان. حنا في الاول كيجيب لنا الله واش داك الشوكولات كيبدا كيتحبب ومن بعد غير كنبداو كنخلطوه مزيان وهو كيطلق راسو وكيولي هكذا عاطي واحد البريه اللي هي زوينه. يمكن لكم تمشيو حتى ل 8 ديال المعالق ولكن بهذه الطريقه هذه هو راه كيجي عاقد وما كيسيحش لينا. صافي غادي نجيبو التشيز كيك ديالنا من بعد ما برد مزيان وغادي نصبوا عليه داك الكلاصاج وبنفس الطريقه في هذه المرحله هذه كنحاولوا نخدموا بسرعه لان الكلاصاج ديالنا دغيا كيبرد
باش كيجي الوجه ديالو مقاد وما كيجيش فيه هكذا تموجات او كيجي داك الوجه فيه هكذا داك الطبايع ديال الظهر ديال المعلقه. صافي كنبداو كنمشيو داك الكلاصاج بسرعه على الجناب ديال الاطار بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نقادوه كما درنا مع التشيز كيك الاول. صافي وغادي ناخذو حتى هو وغادي نحطوه في الثلاجه ليله كامله. ضروري ما كنبيتو التشيز كيك ديالنا، او على الاقل كنديرو هكذا واحد 6 ديال السوايع باش كيقبط راسو. حنا راه ما مستعملين فيه لا جيلاتين لا بيض، ومع ذلك كيجي عاقد وقابط راسو ما كيسيحش، اقتصادي وساهل ودغيا كيوجد. صافي هنا الا بانوا ليا كاين شي فقاعات كناخذوا هكذا واحد الكيردون وكنبداو كنحيدوا داك الفقاعات باش كيجي المنظر ديالو زوين بهذا الشكل هذا. كنتمنى انني نكون قدرت نشرح لكم بالتفصيل وتوجدوا حتى نتوما وينجح معكم. هنا من بعد ما بيت التشيز كيك ديالي ليله كامله كناخذوا بنفس الطريقه اللي استعملنا في التشيز كيك ديال لوتيوس. غادي ناخذوا هكذا واحد السكين وكنبداو كندوزوه مع الجناب، ومن بعد غادي نحلوا الاطار ديالنا غير بشويه. صافي كنحيدوا هكذا الاطار ديالنا وكنتحصلوا على التشيز كيك ديالنا هو هذا كيجي عاقد. صافي خديت هنايا الشكلاط ابيض محكوك كيتباع بحال هكذا، وغادي نبدا كنزين في الجوانب ديال التشيز كيك على هذا الشكل هذا. المهم التزيين اللي هو بسيط، كل واحد كيزين بداكشي اللي بغا وعلى حسب داكشي اللي متوفر. خديت هنا البندق اللي كيتواتى مع المذاق ديال الشكلاط وقسمته على جوج، وبديت هكذا كنحط في الانصاف ديالو على هذا الشكل هذا. المهم كل واحد كيتفنن وكيزين على حسب داكشي اللي متوفر عنده. من بعد غادي ناخذ الورق ديال الذهب او داك الاوراق المذهبين الخاصين بلي طارطو بلي صابلي، وغادي نبدا هكذا كنحطهم بين كل نوازيطه على هذا الشكل هذا او بين البندق ديالنا. ومن بعد خديت هكذا انصاف ديال او دوائر ديال الشوكولاته وحطيتهم على هذا الشكل هذا، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لي تشيز كيك ديالنا. وكانت هذه هي الطلبيه ديال اليوم، جوج ديال الانواع ديال لي تشيز كيك بجوج ديال المذاقات اللي هما مختلفين على بعضياتهم بطريقه اللي هي بسيطه. انتم شوفوا لي المنظر ديالهم عن قرب. كيجينا تشيز كيك ديالنا عاقد كيف ما قلت لكم بلا بيض بلا جيلاتين، وهذا تشيز كيك بنكهه ديال الشوكولات او بالمذاق ديال الشوكولات اللي زيناه بالبندق وبطريفات ديال الشوكولات. ضفت لي انا هنا شويش ديال الكريمه سائله مطربه. جوج ديال لي تشيز كيك او جوج ديال الطلبيات اللي كيوجدوا في واحد الظرف اللي هو قياسي ساهلين، مكونات اللي هي بسيطه ما فيهمش قوه المكونات وكيجيو لذاذين. شوفوا لي الكريمه كيفاش كتجي عاقده. كنت كنتمنى نقطعهم معكم ولكن ما يمكنش ليا بما انهم طلبيات وغادي نخرجهم، يعني خصني نعطيهم للكليان ديالي كيف ما همايا، ولكن راهم كيجيو اكثر من رائعين. غير جربوهم وما غاديش تندموا عليهم، بلا ما كنحتاجوا لا الفران لا الجينوازا، ساهلين دغيا كيوجدوا حتى لاخر لحظه. اهم حاجه نخليوهم يباتوا في الثلاجه يبردوا مزيان باش كيقبطوا راسهم. وثاني حاجه كنستعملوا زبده اللي كتكون من اصل حيواني من الاحسن باش كيجينا التشيز كيك ديالنا لذيذ. المهم انا حاولت اليوم نبسط لكم الوصفه ونشرح لكم بالتدقيق باش ينجح معكم لي تشيز كيك ويجيوكم تماما بحال اللي كيتباعوا في المحلات التجاريه. وكانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. ما تنساونيش من لي لايك لي زابوني تعليقكم الزوينه، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده وتطلع القناه. نتلاقى معكم في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم.